السلام عليكم. الله وبركاته. ايه يابا اتاخرت ليه كده؟ الحمد لله على السلامه. عامل ايه؟ الحمد لله والله. حماتي عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه يابا؟ غمض عينيك عشان عاملاك مفاجأة. الله عليك اهو. اوعى تفتح يا حماده. ايه رأيك؟ تسلم ايدك. حلو. اقسم بالله بقول لك كده، انا كان نفسي في البنطلون زي ده من زمان. بسم والله؟ الله ما شاء الله. والله ده جاحد، ده بقى على جزمه بني. مش عايز اقول لك. تسلم ايدك. مبروك عليك يابا. ربنا يخليك يابا يا رب. تعيش وتدوب يا حبيبي يا رب. يا رب. خد يابا. تسلم ايدك. طب خلي الكيسة معاك اشوف مين. ماشي يابا. مين؟ ازيك يا نور؟ تعالى. امال حماد اخويا فين؟ تعالى يا احمد. يا حماد الله عليك يا نجم. عامل ايه؟ عامل لكم شاي. ماشي يابا. عامل ايه يا احمد معاك؟ كنت لسه ايه يا عم بفكر الحلويات دي فيك. يا عم؟ اقسم بالله نوره لسه داخله على بيه. ده جاي لي هديه لسه. هدية؟ نوره جايبه لي، فانا تعيش عارف ان انت وتدوب. بتشتري وتلبس وبص على الكاجواله. ايه يا عم الحلاوه دي على جزمه كده وحته قميص ابيض. بسم الله كل ما شاء الفل. الله. لا الله وكيل 10 على 10. حبيبي تعيش اخويا وتدوب تسلم. يا ربنا أخويا. يخليك. بس تمام. بصراحه داخل عينيا بصراحه. عاجبك؟ اه والله العظيم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا رايك؟ لا مش ينفع. ايه يا ابني في ايه؟ انت لسه ما لبستوش وانت ايه يا جاي لك عم هديه. هو انا وانت انا ايه يا اسطى؟ انت ازاي اللي انت بتعمله ده يا البنطلون اخويا؟ ما نرجعش. يا عم خد مش يا اسطى. ينفع عيب والله. عليك. خلصان. عيب عليك. انا مش عارف اقول لك احنا ايه. واحد يا احمد. طب انا هستاذن انا بقى ماشي. يا ابني انت قاعد معايا شويه اشرب حبيبي يا حماد الشاي. عشان بس ورايا مشوار كده. طيب يابا ماشي. ماشي. عايز حاجه؟ ماشي يا احمد. حبيبي يا سلامتك حماد. يا عسل. بسلم لي على امك يا احمد. سلامك. ماشي يا عسل. سلام. غلبان جو احمد اخويا ده. ايه يابا؟ طيب جو ايه يابا؟ هو البنطلون فين عشان عينه في الدولاب؟ يعني ايه في الدولاب؟ انت مش جبت لي البنطلون هديه وخلاص؟ انت مالك بقى؟ اديته لاخويا خده. اديته لمين يا حماده؟ اديته لاحمد اخويا يا بنتي. اديته لاحمد اخوك؟ اه انت مش جبته له وخلاص هديه؟ خلاص يا ست. يعني ايه يعني مفيش فرق يعني ما ولا؟ انا واخويا واحد. لا يا حماده مش ينفع يا حماده. انت واخوك واحد بينكم مش بين مراتك. ازاي يا حماده انا جايبه لك هديه تديها لاخوك ازاي؟ يا حماده ده انا بقالي شهرين بدبج من مصروف البيت عشان اعمل لك مفاجاه تبسطك يا حماده، وتقوم تكسر بخاطري وتروح تديها لاخوك؟ انت بقالك شهرين بتوفري في ثمنه؟ بقالي شهرين يا حماده بدبج من ثمنه عشان اجيبه لك يا حماده. طب وانا دلوقتي يا حماده المفروض ان انا اسكت صح؟ المفروض ان انا احط جزمه قديمه في بوجي واسكت. طبعا لو اتكلمت هيقولوا بخيله مستخسره في اخو جوزها البنطلون، وامك هتزعل واخوك هيزعل، فالمفروض ان انا اسكت يا حماده. انا هسكت يا حماده، بس دي قله ذوق يا حماده ان مراتك جايبه لك هديه تهدي بيها اخوك يا حماده، حتى لو انت ما كنتش حاسس بكده انا مش مسامحاك. كلنا بنتعدى الاصول. انا ممكن اتعدى الاصول، لكن لما غيري يتعداها ازعل. انا ممكن ادوس على حد، لكن لما غيري يدوس عليا ازعل. لكن الاعتراف بالحق فضيله، دي اسمها قله ذوق. لما تكون جايبه لك حاجه هديه وانت تفرط فيها تديها لحد، طب ما تيجي تعكسها. لو انت جايب لها حاجه واديتها لاختها تزعل ولا عادي؟ حتى لو انت ما زعلتش هي اصول، في حد بيزعل وحد ما بيزعلش، بس هي تزعل. هي دلوقتي عشان تتكلم حماتها تقول عليها وحشه، خارجه من بيت ناس جعانين، انت مالك اخ واخوه؟ واخويا هيزعل، هيقول لي مش جاي بيتك تاني، بقى مراتك مستخسره فيا البنطلون. في حاجات كتير قوي، في حالات ببقى انا واخويا ممكن نكون واحد، بس مش في كل الحالات. لما تكون حد مش لما تكون مراتك جايبه لك هديه وانت تفرط فيها تديها لحد، انا شايف ان دي قله ذوق. انت شايف ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.